قررت واعتزل خصوصا بعد فيلم الخطايا. طب اشمعنى بعد فيلم الخطايا وليه؟ رغم ان انا رفضت فيلم في الاسبوع دون كان من اخراج احمد ضياء الدين وانتاج محرم فؤاد. قررت ان اعيش لبيتي الجديد وجوزي المنتظر اللي هو اشترط عليا اني لازم اتفرغ له نهائيا. طيب مش معنى ان انا هعمل فيلم الخطايا علشان خاطر الفنان عبد الحليم حافظ ووحيد فريد، ولازم اعمل العمل ده وبعدها انا هعمل فرح كبير علشان اتجوز من المقاول مصطفى والي. قالوا لي اني اتجوزته لكن انا ما كنتش لسه اتجوزته وما اتجوزتهوش، رغم ان انا شايفة نفسي اني لسه بدري قوي على قراري في اعتزال الفن، واني شايفة لسه ما اديتش رسالتي الفنية على اكمل وجه. على فكرة الدكاترة برضو نصحوني علشان انا عندي مراتيزم ان انا ارتاح خالص، لكني الفن بيجري في دمي. أنا الفنانة مديحة يسري سمراء النيل، وهي اسمها الحقيقي هنومة حبيب خليل، اسمها غنيمة حبيب خليل لكن هي اسمها الحقيقي هنومة حبيب خليل، من مواليد 2/12/1921، مواليد محافظة القاهرة. هي من أب أصله تركي، ومن أم أصلها سوداني، وهي ماتت في 30/5/2018 بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة. ماتت كده عندها 97 سنة. طبعا هي عملت كتير من الأدوار وتنوعت في أدوارها ومثلت جميع المراحل العمرية، دور شابة أو خطيبة أو زوجة أو أم أو حفيدة أو خالة، يعني أدت كل جميع الأدوار تراجيدية وكوميدية وجميع المراحل ببراعة وطابع مميز جدا. طبعا أول ما يعني هي حاصلة الأول على مدرسة الفنون. طبعا اللي اكتشفها المخرج محمد كريم زي ما انتم عارفين كان في مسابقة في مجلة، ولما تم اكتشافها ده دور صغير في فيلم اسمه ممنوع الحب، كان بطولة الفنان محمد عبد الوهاب. بعد كده اكتشفها تاني الفنان يوسف بيك وهبي لما كانت بتعمل وتصور مشهد من احد البلاتوهات هو وتوجو مزراحي. قرر ان هو المرة دي يديها ادوار البطولة، زي في عملت معاه 3 ادوار بطولة في افلام ابن الحداد فنان عظيم واولادي. الفنانة مديحة يسري الوحيدة اللي يعني عملت مع كتير من النجوم زي نجم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ويوسف وهبي وأنور وجدي وعبد الحليم حافظ ومحمد فوزي وعادل إمام. كانت آخر أعمالها في السينما هو فيلم الإرهابي، وآخر أعمالها المسلسل يحيى العدل. اتجوزت الفنانة مديحة يسري 4 مرات، 3 من داخل الوسط الفني وواحد من خارج الوسط الفني. اللي من داخل الوسط الفني كان الفنان المطرب محمد أمين، وأسست معاه شركة إنتاج يعني. لكن الشركة طبعا بحكم ان هم كان استمر زواجهم 4 سنوات وتم الانفصال، الشركة استمرت 4 سنوات بس وعملت معاه كتير من الافلام. بعدها اتجوزت من المخرج والمنتج احمد سالم. طبعا تم الانفصال ما دامش الزواج كتير. بعد كده اتجوزت من الفنان محمد فوزي. محمد فوزي انتجت معاه واشتركت معاه في تأسيس شركة اسمها مصر فون، شركة اسطوانات، واشتركت كتير معاه من الافلام زي فيلم فاطمة وماريكا وراشيل من الرجالة وبنات حواء ومعجزة السماء. طبعا الفنانة مديحة يسري أنجبت من الفنان محمد فوزي ولد وبنت. البنت طبعا ماتت وهي حديثة الولادة، ماتت عندها شهرين بسبب كان عندها ثقب في القلب. لكن كان ربنا بارك لها في عمرها، في عمر ابنها عمرو، ومات في حادثة وهو عنده حوالي 18 سنة، مات في حادثة عربية وكان بطل كاراتيه كبير قوي. طبعا كان هو يعني كان سبب حزنها لحد ما ماتت هو كان طبعا وفاة ابنها وبنتها. الكارثة الحقيقية بتقول ان انا اتوقعت وفاة ابني لاني حلمت بوفاة ابني، لكن قلت ايه كنت عشمانة ان ايه يكون ده حلم ويعدي، لكن بالفعل الحلم اتحقق وابني اتوفى. طبعا من اهم اعمالها كان احلام الربيع، بنات النيل، وكمان اني راحلة، واقوى من الحب،
وعملت كمان من أهم مسلسلاتها هوانم جاردن سيتي، والعمل الأخير اللي عملته كان يحيى العدل. طبعا هي تنوعت في أعمالها ما بين مسرح وسينما، لكن السينما كانت ليها النصيب الأكبر. هي دي كانت حكاية فنانتنا النهاردة الفنانة مديحة يسري. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. فضلا وليس أمرا، لايك، واللي مجاش نورني في قناة أتمنى يجي نورني فضلا وليس أمرا، وأتمنى عيلتي تكبر أكتر وأكتر، وممكن تفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا. متشكرة لحبايبي اللي معايا، متشكرة لحبايبي اللي جم ونوروني، وكل سنة وانتم طيبين ودايما بخير، ويعيد عليكم الأيام بالخير والسعادة. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم، أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مليون شكر.